يعني انت حسي دار تحزم، دار تفوز في يعني تحزم الحرب دي يعني عسكريا؟ انت حسي بعقلك بقول لك الحرب دي تنحسم عسكريا، انت دار تحزمها عسكريا يعني يا سركاسات؟ والله ما بتحزم عسكريا. 1,500,000 جندي جاهزية بس سرعة حسم. 1,500,000 جندي ده هسه حاليا، ده بس حاليا هسه حاليا موجودين. ولسه القائد محمد حمدان ما أعلن استنفار ولا أعلن قال تعالوا يا جماعة قفوا في القضية دي، ولا اليوم ده لو القائد أعلن خطاب رسمي قال الليلة يا جماعة الناس وهي زول دار ناصر الغدير ودار يقف مع الجاهزية أهلا وسهلا، احنا نجي واحنا نسلحوا. والله سركاسات ناسك الماقل فرتق منه يجونا احنا في الجاهزية. يا أخي أنت واحد كذاب والله الحرب. وبعدين في الترند بتاع دبلو بتاع البرهان قال ليش نزل ما تدبل ليه؟ ما انت ما الفيديوهات تجيني قال ما تدبوا لي ليه؟ هو اول حاجه الدرون تبعك بيشيل دانه واحده، الدانه واحده بتنجغم هي ذاتها وخلاص. كيف يعني تدبل له ما تدبل له؟ هي الدانه الدرون تبعك شايله دانه واحده. التصوير محل دار ترمي دانته وخلاص، هي ذاتها بيقاموها خلاص. الميت تبع كل في خبر كان الانتينوف الابابيل كل الصغيرات كلها انتهت، ما في شيء. الدرون اللي جبتها مهاجر 6 انتهت، ولا البريكدات برضو انتهت. والله الجاهزية دي نقول تحزيم عسكريا قسما بالله العظيم ما تحزيم. دي كلام انا بقوله لك. والناس بس قولوا راسكم والله العظيم الحرب دي واصل السودان في اي مطرح في اي بلد. الحرب دي واصلك عشان ما يغشوا يقول لك بكره وخلاص احنا انتهينا على الناس زيل وفضل لنا حاجه بسيطه بس ويكملوا. لا 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 الكلام ده ما في والله العظيم. والله هي تقعدوا في مفاوضات لو دارين حرب تجيب غادي هناك مفاوضات تصالحوا تقعدوا تعيشوا تاني ترجعوا لما بعد 15 او كمان المتق يسعى الجميع والبل يسعى الجميع. ده الواضح ما فاضح عشان ما يغشوكم قسما بالله عشان ما يغشوكم. كاسات الكلام اللي بقوله فوقه ده كلام استهلاكي، كلام ما حق زول مسؤول، كلام حق زول يعني فعلا بتاع كاسات. تحياتي جاهزية سرعة حسن.